وبتعتبر من اكتر الاماكن على الارض شديده الحراسه، ومكانها مش معروف وسري للغايه، لدرجه ان هم شالوها من على جوجل مابس. المنطقه 51 الغامضه. المنطقة 51 الغامضة، واللي أنشأتها وكالة المخابرات المركزية أو الجيش الأمريكي، والمنطقة دي موجودة بجنوب ولاية نيفادا بأمريكا، وهتلاقي دايما إنك ممنوع إنك تقرب من المنطقة أو حتى تفكر إنك تعدي من جنبها، حتى الطيارات ممنوع إن هي تطير في المحيط بتاعها، وبتعتبر من أكتر الأماكن على الأرض شديدة الحراسة، ومكانها مش معروف وسري للغاية، لدرجة إن هم شالوها من على جوجل مابس. يعني لما انت تدور عليها بنفسك وتدخل على الابلكيشن هتلاقي مكانها عبارة عن صحراء، لحد ما في يوم من الايام روسيا قدرت تصور المنطقة دي بالقمر الصناعي الخاص بيها، واللي بينت ان المنطقة 51 عبارة عن قاعدة عسكرية فيها هناجر ومسارات للطائرات. بس ايه بقى اللي بيحصل في الهناجر دي؟ وايه بقى اللي مخفي تحت الارض؟ الحكومة الامريكية اعترفت بالمنطقة دي وقالت ان هي قاعدة عسكرية. وفي سنة 1947 في قرية روزويل، لما واحد من سكان القرية خرج من بيته وشاف الدنيا مولعة، وقال انه شاف طبق طاير واقع في مزرعة من المزارع. ساعتها اتصل بالبوليس، بس المشكله ان الشرطه ما جاتش، والجيش ساعتها هو اللي نزل بحجه ان في مشكله في القريه، والجيش ساعتها انتشر في المكان كله، عربيات حربيه وطيارات، ده غير القناصين اللي كانوا موجودين في المكان كله. وساعتها حصل حظر تجول واتمنع اي حد يطلع من باب بيته، واي حد بيخرج بره باب البيت القناصه بتموته. وهم في البيوت لاحظوا ان الجيش بيشيل حطام طائره غريبه اول مره الناس تشوفها، وحطوها في عربيه كبيره وغطوها علشان محدش يعرف ايه اللي جوه العربيه. ويقال ان العربيه دي راحت للمنطقه 51. بعدها الناس نشرت اخبار ان الفضائيين هجموا على المنطقه، وطلع بعديها الجيش وقال ان ده كله عباره عن بالون طقس فقط. بس المعلومات بقى اللي اتسربت بتقول عكس الكلام اللي قاله الجيش. المعلومات اللي اتسربت من جوه المنطقه 51، وتحديدا من رئيس الموظفين اللي سجل فيديو بيتكلم فيه عن خبراته وسبب شغله في المنطقه 51 تحديدا، وده كان قبل ما يموت. واتكلم عن الفضائيين اللي وصفهم بالغزاة، وقال انهم محجوزين في معامل تحت الارض في المنطقة 51، وقال ان هم كمان جايين من كوكب يبعد عن الارض ب 68 سنة ضوئية، والعالم اللي جاي منه الفضائيين هو عالم متقدم جدا، وبسبب مركباتهم قدروا يجوا من كوكبهم لكوكب الارض في 45 دقيقة فقط. وفي الفيديو صنف الفضائيين لمجموعتين، مجموعة ما عندهاش اي مشكلة انها تتواصل مع البشر، والمجموعة التانية عكسها تماما، ودي بقى المجموعة الغير متعاونة وبيتم عزلهم فورا. ولو بتقول ان الكلام ده كذب، رئيس الموظفين وقف قدام جهاز كشف الكذب وكان صادق في كل كلمة بيقولها. رجع اهتمام الناس بالمنطقة 51 وتحديدا وقت الحرب العالمية الثانية، لما أمريكا كانت شايفة تقدم الجيش الألماني، وده طبعا كان بسبب تجارب سرية، وده اللي خلى أمريكا تفتح مشروع جديد للتجارب العسكرية في المنطقة 51 وسموه مشروع أبيجيل. ولما طلبوا متطوعين علشان يبدأوا المشروع ده، للأسف محدش قدم، وكانت الوحيدة اللي قدمت نفسها للتجربة بنت اسمها أبيجيل. أبيجيل بنت كانت متفوقة جدا في دراستها وكانت ذكية، وكانت بنت عالم من العلماء اللي شغالين في المنطقة اسمه ألبرت. أبوها قبل إنها تتبرع بنفسها وتكون متطوعة علشان هو كان عنده ثقة في نجاح المشروع، والمشروع ده كان عبارة عن تحويل البشر لمخلوق أكثر قوة. وفعلا أبيجيل راحت المختبر وبدأت الاختبارات عليها. أبيجيل بعدها بدأ يحصل لها حاجات غريبة، أسنانها كبرت وشعرها بدأ يقع، عظمها ابتدى يبقى ظاهر من جسمها، وهنا الإدارة شافت إن لازم المشروع يقف. بس الغريبة إن العالم والبنت رفضوا، وأبيجيل المتطوعة قالت إنها بتتمنى إن المشروع ينجح، وخصوصا ان هم وصلوا لمرحله ما فيهاش رجعه، لدرجه ان العمال قالوا ان ألبرت طول الليل بيعيط هو وبنته في الزنزانه، وده من كتر التجارب اللي بتحصل على بنته، لحد ما أبيجيل اتحولت لمسخ ملوش اي علاقه بالبشر. وفجاه الاداره قررت ان لازم يتم ايقاف المشروع. بعد ايقاف المشروع بفتره ألبرت انتحر، وساب وصيه للاداره طلب فيها ان هم ما يقتلوش بنته، وان هم يقدموا لها كل الرعايه اللي تحتاجها. في الاول نفذوا كل وصيته، بس في يوم من الايام كان عدد الحراس اللي على أبيجيل قليل، علشان هي كانت مسالمة، فافتكروا ان مفيش اي خطر منها. وفجأة أبيجيل كسرت باب الزنزانة وقتلت 2 من الحراس وهربت من المبنى، بس كان مستنيها بره حراس المنطقة 51 واللي كان عندهم تعليمات واضحة وصريحة، أي حاجة تسبب تهديد بتتقتل. وبالفعل أول ما شافوا أبيجيل ضربوا عليها نار، بس اللي ما عملوش حسابه إن أبيجيل مش بتموت، لأن هم حرفيا حولوها لوحش. واختفت أبيجيل بعدها في الغابة، وعدى على الحادثة دي أكتر من 70 سنة، ولحد النهاردة لسه بيسمعوا صوت عياط أبيجيل كل ليلة. الغريب بقى إن كل الموظفين اللي كانوا شغالين على مشروع أبيجيل تم نقلهم لمصحة نفسية، وكتير منهم كان بيتكلم عن اللي حصل في المنطقة، وخصوصا مشروع أبيجيل والأطباق الطايرة، وعن تشريح لجثث الفضائيين، لدرجة إن في فيديو اتسرب لتشريح جثة فضائي، واللي سرب الفيديو ده كان المصور نفسه، وده لأنه في آخر أيامه حس إنه قرب من الموت، وباع الفيديو للصحافة.
وفي الفيديو ده ظهرت جثث غريبه تقريبا دي اللي خدوها من قريه روزويل. كل المعلومات اللي قلتها لك دي هي معلومات فضلت سريه، ومفيش رئيس امريكي اتكلم في الموضوع ده غير الرئيس باراك اوباما، واللي اتكلم عنها وقال ان انا لو كسبت في الانتخابات الرئاسيه الامريكيه هكشف لكم اسرار المنطقه 51. طبعا كل ده كده، ولما كسب ما اتكلمش ولا قال اي حاجه. حتى الصحافه لما كانوا بيسالوه عن المنطقه 51 كان دايما بيرد بالابتسام، تقريبا كده قال لهم امكم في العشه ولا طارت. وكتير من اللي فكروا يروحوا المنطقه بيتقبض عليهم على طول، وبتوصل الغرامات ل 2000 دولار، واحيانا بتوصل للسجن. وفي مره من المرات كان في 2 يوتيوبر بيحبوا المغامره وقرروا ان هم هيدخلوا المنطقه، وصوروا بالفعل فيديو بس ما كملوش 5 كيلو. العساكر قبضت عليهم. المشكله ان الاثنين اليوتيوبرز دول نزلوا الفيديو على قناتهم، بس من بعد ما الفيديو نزل في سنه 2017 مفيش اي حاجه تانية نزلت على القناه، ومش باين لهم اي اثر، ولا حتى ظهروا على اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، اكنهم فص ملح وداب. بس الدليل الوحيد اللي ممكن يكون اقرب للصح هو تسجيل صوتي، وده كان بين مذيع وشخص بيشتغل في المنطقه 51، وكان بيحاول يوصف كل اللي شافه، وقال ان حياته مهدده بالخطر. بس بعد المكالمه دي الكهرباء قطعت في الاذاعه كلها، واستخدموا المولدات الاحتياطيه علشان يكملوا البرنامج. واكبر حدث حصل في المنطقه لما واحد عمل صفحه على الفيسبوك ونشر انه عايز يقتحم المنطقه 51، بس المفاجاه انه في خلال 3 شهور الصفحه وصلت لعدد من الناس مش طبيعي، 3 مليون شخص عايزين يقتحموا المنطقه. بس بعد الضجه الاعلاميه اللي حصلت طلع صاحب الصفحه وقال انه كان بيهزر مش اكتر. تفتكروا بقى صاحب الصفحه ده اتهدد؟ ما تنسوش بقى تقولوا لنا رايكم في الكومنتات عن المنطقه 51، وتعملوا لنا لايك وسبسكرايب. سلام.